السلام عليكم. الفصائل الفلسطينية فاجأت العمق الإسرائيلي بهجمات مدمرة غير مسبوقة وهي تاريخية للغاية صباح يوم أمس، وتحديدا في الساعات الأولى من فجر يوم أمس، واستخدم فيها سلاح مثير للغاية. الفصائل الفلسطينية استخدمت هذا السلاح الذي ترونه، وهو ليس سلاحا ولكنه عبارة عن مظلة مزودة بالمحركات المروحية. كما تلاحظون هي في العادة تحلق بهذا الشكل في الجو، وعادة يكون فيها شخصان، طبعا قائد هذه المظلة بالإضافة إلى شخص آخر، وطبعا هذا ما فعلته حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي من خلال هذا الهجوم. وفجأة الناس والصور الأولى لعملية الاقتحام جاءت بهذه الطريقة، بهذه المظلات المزودة بهذه المراوح الصغيرة على علو منخفض للغاية وتتحرك بشكل بطيء، ولكن هذه كلها عبارة عن قضية وعن جزء واحد فقط من العديد من التكتيكات والأمور التي تبعتها الفصائل الفلسطينية في هذه العملية المثيرة للغاية. ما الذي جرى يا ترى؟ العملية طبعا في بادئ الأمر الفصائل الفلسطينية الذي قامت به هي عملية استهداف غلاف والبلدات الإسرائيلية الموجودة في غلاف غزة. نتحدث عن 50 بلدة تأتي على عمق 40 كيلو مترا، وبأن الاستهداف الأساسي في هجماتهم هي كانت عبارة عن 11 بلدة هي التي استهدفت من قبل الجانب ما بين الفصائل الفلسطينية. أي تقريبا هذا هو الشكل التقريبي للهجمات وللنقاط التي هاجمتها الفصائل الفلسطينية. وما استغلته هنا الفصائل الفلسطينية بأنه كان عبارة عن يوم الغفران أو عيد الغفران بالنسبة للإسرائيليين، وكان بعد يوم الغفران بيوم واحد بالساعات الأولى بعد يوم واحد من هذا العيد وهذا اليوم طبعا جاء الهجوم من قبل هذه الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هو كان أمر مفاجئ للغاية. والفصائل الفلسطينية الذي قامت به في بادئ الأمر أنها استخدمت 5000 صاروخ هاجمت البلدات الفلسطينية، وكانت هجمات وصواريخ هائلة للغاية إلى أن القبة الحديدية لن تتمكن من فعل الكثير في مواجهة هذه الصواريخ بسبب شدة النيران التي كانت تسقط وشدة هذه الصواريخ التي كانت تسقط على هذه المنطقة. وهذا هو الذي جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة للرادارات الإسرائيلية أيضا في ضبط كل ما ممكن أن يتسلل من غزة مباشرة إلى البلدات الإسرائيلية. وهنا جاءت العملية بالمظلات التي هي مزودة بالمحركات المروحية والمروحات التي تحدثنا عنها، وبالتالي هم فجأة قاموا باختراق بسيط. طبعا هي تحلق على مستوى منخفض مستغلة التضاريس بسرعة الطير تقريبا هي تحلق، وبالتالي كان من السهل للفصائل الفلسطينية في ظل هذا الغطاء الناري الكبير أن تحقق عملية اختراق، في ظل أيضا في نفس الوقت أن الجرافات كانت تعمل من قبل الفصائل الفلسطينية في عملية تدمير الجدار أو فتح ثغرات في الجدار الذي طبعا تضعه إسرائيل مع غزة. وهذا ما جعل مباشرة الفصائل الفلسطينية أن تستغل هذه الثغرات بالدراجات النارية وكذلك بالعربات السريعة الخاصة بهم لكي يقوموا بعملية اقتحام سريعة طبعا مباشرة على المعسكرات الإسرائيلية وعلى البلدات الإسرائيلية. ودخلوا مباشرة، وكانوا طبعا الجانب الإسرائيلي والجنود الإسرائيليين في حالة سبات تام، لأننا نتحدث بعد يوم واحد فقط من يوم الغفران، وفي ساعات تقريبا في الساعة 6 فجرا أو الساعة 6:30 فجرا. وكذلك في نفس الوقت أيضا الفصائل الفلسطينية كانت قد درست هذه العملية بشكل كبير في ظل كل هذه التحركات التي تحدثنا بها. كانوا قد قاموا أيضا بهجمات سبرانية وقاموا بعمليات تشويش على المعسكرات الإسرائيلية وعلى البلدات الإسرائيلية بشكل عام، وهذا ما أدى إلى قطع الاتصالات أيضا في بين الإسرائيليين وبين الجنود الإسرائيليين. وبالتالي عندما باغتوا المعسكرات تمكنوا من مفاجأة هؤلاء الجنود الإسرائيليين وقاموا بعملية قتل والعديد من الإسرائيليين في هذه العملية، وأيضا تمكنوا من عملية ضبط وإلقاء القبض على العديد من الأسرى الإسرائيليين. العشرات منهم وصل العدد إلى ما يقارب 150 إسرائيليا قد قاموا بإلقاء القبض عليهم، حتى أنباء تتحدث بأنهم قاموا بإلقاء القبض على قادة إسرائيليين موجودين. أحد القادة كان قد التقطت له صورة طبعا ونشرت وهم ضبطوه بلباسه المدني طبعا، وكلهم بالنسبة للجنود الإسرائيليين الذين ألقي القبض عليهم
لم يكونوا مستعدين أبدا، كانوا في حالة نوم طبعا، وبالتالي هذه العملية جاءت بهذه الطريقة التكتيكية المثيرة للغاية للفصائل الفلسطينية لتحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق طبعا. وكانت هنالك لقطات لطبيعة الجرافات وهي تعمل في تدمير هذا السياج الذي تضعه إسرائيل مع غزة بهذا الشكل الذي ترونه. وكانت عملية الدخول بالدراجات النارية كما تحدثنا هي جاءت بهذا الشكل ودخلت مباشرة وحققت هذا الهجوم. طبعا الفصائل الفلسطينية الذي قامت به هي هاجمت العديد من النقاط والبلدات كما تحدثنا، 11 بلدة هي التي هاجمتها، اشتبكوا ب21 نقطة مع الجانب الإسرائيلي وكانوا يسيطرون على 3 نقاط تقريبا. وبالتالي هم عندما تقدموا إلى منطقة زكيم هنا في هذه المنطقة تقريبا، حتى يقال بأن كان هنالك هجوما أيضا من البحر على هذه المنطقة من غزة، وأيضا كانت هنالك بعض المشاغلة من الجانب الفلسطيني على البلدات الإسرائيلية بهذا الاتجاه. وكذلك زدروت أيضا قاموا بعملية الهجوم عليها واختراقها، واخترقوا وسيطروا على عدد من البلدات القريبة منها، وتقدموا أيضا إلى بلدة رعيم، وأيضا كانت عدد من البلدات القريبة منها قاموا بالسيطرة عليها وسيطروا حتى على معسكر رعيم وقاموا باقتحامه بشكل واضح ومصور من جانب والفصائل الفلسطينية. وبعد ذلك تقدموا أيضا إلى مجين هنا وسيطروا عليها، وبعدها تقدموا إلى منطقة هنا منطقة أخرى، تقدموا إلى العمق بهذا الاتجاه وسيطروا عليها. كل هذه البلدات طبعا هي كانت تحت الخطر وتقدموا إلى هذا الاتجاه، صدق أو لا تصدق، وهي منطقة أوفاكيم التي قاموا بالسيطرة عليها واختراقها. وحتى هذه اللحظة التي نتحدث بها الجانب الإسرائيلي في مواجهات مع قوة موجودة في أوفاكيم تسيطر عليها طبعا الفصائل الفلسطينية، وطبعا هذه المناطق كلها كانت تحت السيطرة الخاصة بالفصائل الفلسطينية. وتقدموا كذلك أيضا إلى منطقة صوفا هنا بهذا الاتجاه وسيطروا عليها مع الضغط على عدد من البلدات. بالتالي هي عملية كبيرة. وور مابر كان قد وثق طبيعة التقدم من الفصائل الفلسطينية بهذا الشكل. هذا هو التقدم. لاحظ كيف أنهم اخترقوا هذه المناطق بهذا الشكل الكبير، وحتى التقدم والاختراق الكبير الذي جاء في العمق الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه وهو في أوفاكيم كما تلاحظون. لاحظ خرق كبير للغاية من الجانب طبعا من الفصائل الفلسطينية. وهذه صورة من القمر الصناعي لطبيعة استخدام الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية. تلاحظ أن النار كيف أنها اشتعلت من 5000 صاروخ ومن الصواريخ الكبيرة التي ضربت هذه المنطقة. لم يكن هجوما عاديا في توقيت لم يتوقعه الإسرائيليون أبدا، في فشل استخباري كبير للجانب الإسرائيلي لم يتوقعه أحد أبدا. وهذه لقطة مقربة من الأقمار الصناعية لطبيعة غلاف غزة وما جاء من هذا الهجوم. وطبعا الجانب الإسرائيلي اعترف تماما كما تلاحظون هنا بشكل رسمي بأن القتلى وصلوا إلى 600 والجرحى وصلوا إلى 2000 جريح. ولكن الإحداثيات وآخر الأرقام التي وصلتنا أكدت بأننا أمام أكثر من 700 قتيل طبعا من الجانب الإسرائيلي وأكثر من 2000 جريح في نفس الوقت. ومتوقع تماما أن تصل أعداد القتلى الإسرائيلية إلى ما يقارب 1000 قتيل، وهذا طبعا رقم هائل جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هو لم يتعرض لمثل هذه الخسائر في هذه الأعداد من القتلى حتى منذ عام 1973 في حرب أكتوبر طبعا التي كانت نكبة طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. في تلك النكبة قتل لهم 317 إسرائيليا، ولكن ها نحن نتحدث عن 700 وأكثر من 700 بحسب آخر الأرقام التي وصلتنا قبل قليل، وممكن أن تصل إلى 1000، يعني أضعاف، يعني أكثر من الضعف طبعا من القتلى بالنسبة للجانب الإسرائيلي. بالتالي هي لحظة صعبة ولحظات صعبة تاريخية طبعا تمر في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتأزم، ولكن تحسب أو يحسب هذا الخرق العسكري بكل تأكيد للفصائل الفلسطينية. ما الذي فعله الإسرائيليون يا ترى؟ طبعا الإسرائيليون بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس قام باجتماع بهذا الشكل بقادته الموجودين طبعا من وزير الدفاع الإسرائيلي وغيرهم، وكان قد تحدث معهم بشكل واضح بأنهم يجب أن يعملون، وأعلن بأنهم سيقومون بعملية تطهير غلاف غزة بأكمله. وكان هنالك قرارا إسرائيليا كاملا من قبل مجلس الوزراء الأمني الخاص بإسرائيل، اتخذوا قرار بتدمير كل القدرات العسكرية والحكومية الخاصة بحماس
حماس، البنى التحتية كاملة لحماس يريدون تدميرها في العملية القادمة الخاصة بهم. وكذلك الكابينت الإسرائيلي كان قد أعلن بشكل واضح بأنهم الآن في حالة حرب، وأطلقوا الآن على العملية الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية أطلقوا عليها السيوف الحديدية. وبدأت فعلا إسرائيل بدفع الجانب والفصائل الفلسطينية، كما تلاحظون المناطق التي لاحظناها في الوور مابر كيف أنها تغيرت، وبأن الجانب الإسرائيلي طبعا أولى الأمور التي فعلها هي قطع التيار الكهربائي تماما على قطاع غزة، وبدأوا بقصف غزة بشكل كبير للغاية. الآن الجانب الفلسطيني أعلن بأن هنالك 413 قتيلا جراء القصف الذي جاء على غزة، وأن هنالك جرحى أيضا كثر، وهنالك أطفال ونساء، وطبعا الكثير من الجرحى والقتلى بسبب القصف الإسرائيلي. والإسرائيليون الآن قاموا بعملية الهجوم. طبعا كما تلاحظون هم يحاولون تأمين الحدود الخاصة بهم في أولى هذه الأمور، محاولة إبعاد هذه الفصائل الفلسطينية وإعادة السيطرة على الحدود الخاصة بهم، تعزيز الأمن في البلدات التي تعرضت لكل هذا الاضطراب الأمني. وبعد ذلك قد يقومون بعملية اقتحام في داخل غزة. يجب أن لا نستغرب في ظل الكلام بأن هنالك رغبة في تطهير المناطق أو محيط غزة الذي تتواجد فيه طبعا هذه الفصائل الفلسطينية، وبدأوا يحذرون السكان الموجودين في عدد من الأحياء الموجودة بين غزة وبين البلدات الإسرائيلية، بدأوا يحذرون عدد منهم ويطلبون منهم عملية الانسحاب إلى الداخل، مما يوضح أن الجانب الإسرائيلي لديه نوايا هذه المرة أكبر وأكثر من أي مرة قد سبقت حقيقة. ومن كل الاشتباكات التي رأيناها في السابق الأمور قد تختلف. على سبيل المثال وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت قد وضحت وطلبت هنا من شرق حي الشجاعية ما طلبوا من السكان عملية الانسحاب إلى مدينة غزة من هذه النقاط الحدودية لغزة. هذا يعطي مؤشرا خطيرا للغاية. وأيضا هذا حي آخر بالأرقام طبعا عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة إلى خان يونس، يطالبون الناس الانسحاب إلى خان يونس. كذلك مخيمات المركز طلبوا منهم من عملية أو الانسحاب إلى مخيمات المركز في شرق وجنوب طبعا المغازي التي ترونها. وكذلك منطقة رفح طلبوا منها من هذين أو هذه الثلاثة أحياء أن يقوموا بعملية الانسحاب أيضا إلى رفح، في مؤشر كبير بأن إسرائيل قد تخطو خطوة كبيرة تجاه غزة هذه المرة. ولكن هنالك عامل مفاجئ في ظل أن الإسرائيليون يحاولون هنا محاصرة غزة وتخطيط كبير وكلام كبير من الجانب الإسرائيلي هذه المرة في ظل خسائر كبيرة للغاية تعرضوا لها. يبدو بأن هنالك أطرافا أخرى قد دخلت على الخط، ولكنها لا يبدو الأمر، وإنما هو أكيد أعلنت طبعا حزب الله اللبناني وقام بمهاجمة الجانب الإسرائيلي. 3 نقاط في بادئ الأمر ضربوها في مزارع شبعة، وكذلك بدأوا يضربون الجانب الإسرائيلي. الإسرائيليون ردوا عليهم، ولكن هذه رسالة كبيرة طبعا لبنيامين نتنياهو. هذه تشكل مشكلة حقيقية لبنيامين نتنياهو. إن ذهب بعيدا هنا بنيامين نتنياهو إلى داخل غزة على الفصائل الفلسطينية كما تتحدث كل هذه التقارير والقرارات الإسرائيلية، قد يعني ببساطة بأنه يخاطر أيضا بالأسرى الإسرائيليين الموجودين في داخل غزة. هنا قد يتعرضون، قد يعدمون تماما إذا ما تقدم بقوة إلى داخل غزة. ونتحدث عن 150 أسيرا، أي بما معنى أن الخسائر ستكون كبيرة بالنسبة لنتنياهو هنا ولإسرائيل. وأيضا في نفس الوقت أن الفصائل أو حزب الله اللبناني قد يصعد ويشعل الجبهة بشكل أكبر إذا ما تطورت الأمور. الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في سوريا أكثر من قادرة على إشعال الموقف، ويجب أن لا نستغرب إذا ما جاء النظام السوري أيضا نظام بشار الأسد ليدخل على أرض المعركة. وبالتالي سنكون نحن أمام تطور خطير للغاية يأتي من 3 اتجاهات طبعا على الداخل الإسرائيلي، مما سيشعل الموقف لهم. وهذا موقف صعب للغاية بالنسبة لنتنياهو، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة له قلبا وقالبا في كل ما يجري، وهذا كان واضحا على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن. إلا أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لا تريد الأخذ بالرواية الإسرائيلية بأن إيران خططت لهذا الهجوم ولهذه الخطة، وهي الرواية الإسرائيلية التي تعتمدها إسرائيل بأن كل هذا تدبير إيراني مع حزب الله اللبناني والفصائل في سوريا وكذلك الفصائل الفلسطينية. فالإسرائيليون والذي يتحدثون عنه هنا، وهذه مسألة مهمة، يقولون بأن الشهر الماضي كان حسن نصر الله في اجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية. على سبيل المثال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد خالة كان موجود
موجودا في هذا الاجتماع. كانت هنالك أيضا اجتماعات لنفس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي مع عدد من القادة الشهر الماضي، في مؤشر إلى أنهم كانوا يخططون لهذا الهجوم، ودخول حزب الله قد يثبت الكثير مما جرى طبعا منذ فجر يوم أمس حتى يومنا هذا. أيضا أحد المتحدثين باسم حماس تحدث إلى البي بي سي وقال بأن إيران هي دعمت الهجوم المفاجئ الذي جاء على إسرائيل. إيران خططت لهذه المسألة بحسب الحديث وبحسب التصريحات، وكذلك The Spectator Index أكدت بأن إيران بأنها داعمة تماما لهذه العملية التي قامت بها طبعا حماس وحركة الجهاد الإسلامي في هذه المنطقة. وكذلك عدد من الصفحات المرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران نشرت صورة لقاء فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، وقالوا بأنه يتواجد في الخنادق أو في الأنفاق الخاصة بحركة حماس في غزة. لا نعلم متى، لا نعلم هل هو فعلا كان هناك أو لا، ولكنهم بدأوا يقدمونه كقائد جديد للمنطقة، قد يكون كصورة جديدة لقاسم سليماني. والمثير أن هذا الهجوم هو يأتي بعد تصريحات صادرة من المرشد الأعلى الإيراني الإمام علي خامنئي، الذي قال بأن إسرائيل تحتضر، وقال هذا الأمر في 3 أكتوبر، وها نحن اليوم نتحدث عن هجوم هو الأكبر للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حتى أكبر مما جرى في عام 1973. والمثير بهذه المسألة بأن هذه العملية تأتي بعد كل الأنباء التي سمعناها بأن المملكة العربية السعودية اقتربت من التطبيع مع إسرائيل. الأمر طبعا أصبح معقدا، وليس واضحا كيف من الممكن لنتنياهو أن يقدم تنازلات للفلسطينيين بعد كل ما جرى، والسعودية تصر على التنازلات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين كجزء من صفقة التطبيع التي تبحث عنها. أيضا ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر السكايب من القاهرة مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد مجاهد الزيات. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وأود أن نبدأ معك بالبداية من تقييمك لهذه العملية على المستوى العسكري. هل ترى بأن إسرائيل أخفقت؟ هل ترى بأن هنالك قد تكون تداعيات لهذه العملية؟ ما هو تقييمك للموقف بشكل عام؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هناك عدد من الملاحظات الأولية أن هناك فشل ذريع لمجتمع المخابرات الإسرائيلي، وهو ما يعيدنا إلى نفس الفشل لأجهزة المخابرات فيما حدث في حرب 73، عندما قدرت أن الطرف الآخر ليست لديه القدرة على أن يشن حرب، وتجاهلت أي معلومات تشير إلى غير ذلك. نفس الموقف مجتمع المخابرات الإسرائيلي على اتساعه، لم يقدر أن حماس يمكن أو مع الجهاد يمكن أن تقوم بعملية عسكرية على هذا المستوى، بل أنها تجاهلت مؤشرات كانت واضحة. استخدام إطلاق حماس لصواريخ قاست بها مسافة الصواريخ على البحر ورصدتها، لكنها لم تتخيل أن هذه الصواريخ بمداها البعيد هي تجربة لما يمكن أن يتم. تجاهلت أيضا أجهزة المخابرات الإسرائيلية الاتصالات والعلاقات التي تمت مؤخرا بين قادة من حماس والجهاد وقيادات عسكرية وقيادات إيرانية مختلفة، ولم تقدر أن هناك ترتيبا ما يتم بهذا الخصوص. قدرت أيضا وزارة الدفاع الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية بمستوياتها الأربعة، والتي بدأت تشهد نوعا من التقدير العالمي لدرجة أن ألمانيا اشترتها والولايات المتحدة الأمريكية تمولها بأحدث ما لديها من تقنيات قادرة على أن تؤمن الحدود وتقف ضد الصواريخ قصيرة المدى الفلسطينية. لكن كانت هذه المرة الدخول من خلال وسائل تبدو بدائية، طيران شراعي وكراسي محمولة. والنقطة الثانية أنها لم تؤمن المستوطنات، على اعتبار أن الهجمات كانت ستتم على مواقع عسكرية. هذه المرة تم اختراق المستوطنات، واعتبر السكان المستوطنات أسرى فيما يتعلق بالتعامل، وهو ما زاد من حجم الخسائر الإسرائيلية ومن صعوبة المواجهة بالنسبة لها. هناك فشل ذريع على المستوى الاستراتيجي في تقدير العملية تمت على هذا النحو، وفي تقديري أنها تم التخطيط لها منذ عدة شهور، فهي لم تأتي كما قال القادة الفلسطينيين أنها ردا على ما يحدث في المسجد الأقصى أو التصريحات التي تتم أو الهجمات التي تتم في الضفة الغربية، ولكن هي عملية تم
ترتيب لها منذ عدة شهور، وأجريت اتصالات معينة وترتيبات معينة، ورصدت مواقف الضعف في الحشد الإسرائيلي والاطمئنان الإسرائيلي الكبير، وكانت هذه العملية على هذا النحو. طيب، بتقديرك ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة للفصائل الفلسطينية لغزة في المستقبل؟ يعني هل ترى بأن هذا يعني شيئا كبيرا لها في المستقبل؟ هل ترى بأنها قد تدفع ثمنا كبيرا الآن في ظل أن إسرائيل بدأت تحشد، بدأت تضع خططا، بدأت تطلب من المواطنين في بعض الأحياء في الحدودية بين غزة وبين المستوطنات الإسرائيلية بأن يبتعدوا من هذه المناطق؟ يعني ما رأيك بما سيحدث في المستقبل القريب؟ دعني أصحح معلومة بعد إذنك ذكرت في تقريرك الذي قلته، أن ما حدث الآن يتجاوز ما حدث في حرب أكتوبر. نعم. في الأربع ساعات الأولى في حرب أكتوبر فقدت إسرائيل 600 قتيل في 4 ساعات فقط، وكانت الحرب مستمرة على كافة الجبهات والخسائر كانت كبيرة. فيما يتعلق بسؤالك حول ما الهدف الرئيسي، جميع المعارك لابد أن يكون لها هدفا سياسيا في النهاية. يعني المعارك العسكرية أو الحرب هي نفس المعركة السياسية لكن بالأداة حربية. ما هي النهاية؟ ما هي الاستراتيجية الخاصة بحماس؟ أكاد أرى أن ما يحدث الآن وما حدث في الحرب الرابعة ومن جانب الطرفين. يعني حماس تطلق صواريخ وتحدث خسائر في الجانب الإسرائيلي، يكون الرد الإسرائيلي عنيفا ويكون الثمن هو مدنيين وبنية تحتية تخسرها غزة، وتعود الأمور كما كانت، تبقى إسرائيل كدولة محتلة وتمارس نفس العنف فيما يتعلق بالفلسطينيين على اتساع الأراضي المحتلة، وحماس تعيد تكوين أسلحتها مرة أخرى وتتحدث عن انتصارات تمت وهي محاصرة، والضحية هي المباني التي تسقط، ونتحدث بعد ذلك عن إعادة البناء وإعادة التعمير. في هذه المرة كانت الخسائر الإسرائيلية كبيرة، وكان الهلع الإسرائيلي كبير، لدرجة أن هيبة الجيش الإسرائيلي قد تأثرت بصورة كبيرة، وكيان الدولة الإسرائيلية تأثر بصورة كبيرة. والنموذج الذي تقدمه إسرائيل كدولة تسعى إلى السلام كما تزعم، وأن ما يجري وأن القضية الفلسطينية قد انتهت، ربما يكون أحد إيجابيات هذه العملية أنها إعادة أذهان العالم أن التوتر قائم طالما أنه لا توجد دولة فلسطينية. ولكن هذا الهدف سوف ينتهي بالنظر إلى ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة. تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين أنهم سيقومون بضرب البنية التحتية للمنظمات الفلسطينية أو البنية العسكرية وكذلك البنية التنظيمية. الملاحظ هنا أن نفس التصريحات التي كانت يطلقها المسؤولين الإسرائيليين في الحرب الرابعة وانتهت ولم يتم هدم البنية التنظيمية. هل هناك حرصا إسرائيليا على أن تبقى حماس بعد كل ما تتعرض له يبقى لها وجود؟ هذه علامة استفهام. ولكن الحادث الآن أن هناك توترا متصاعدا، وأن هناك تحركا إسرائيليا سيكون ضربة غير مسبوقة. وإذا سمحت لي أن أشير إلى ما يجري الآن، فهناك عدة محاور تتحرك عليها إسرائيل. المحور الأول هو المنطقة الشرقية المجاورة للمستوطنات، يتم عمل منطقة أو حزام خالي، منطقة خالية يتم ضربها بكل قوة هذه الفترة لتصبح منطقة عازلة ما بين قطاع غزة وغلاف غزة في المنطقة الشرقية. ضرب المنطقة الشرقية هجر السكان الفلسطينيين، ذهبوا إلى مقرات الأمم المتحدة والأونروا. تصريح المسائي يقول أن 75,000 فلسطيني نزحوا من تلك المناطق إلى هناك. المحور الثاني هو ضرب أهداف منتقاة، وهناك بنك أهداف لحماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية الأخرى عسكريا، ومنازل المسؤولين الحمساويين أو القيادات التي هناك يتم تدميرها. المحور الثالث هو ضرب المنشآت المدنية والبنية التحتية كما حدث في المرات السابقة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر بشرية متعددة.
ولكن هنالك أيضا في نفس الوقت أسرى كما تعلم لدى الجانب والفصائل الفلسطينية الآن، أسرى إسرائيليين. يعني ألا ترى بأن هذا بحد ذاته ورقة رابحة، وبأننا علينا التوقع بأن السجون الإسرائيلية يعني سيتم تفريغها بالكامل في المستقبل من كل الأسرى الفلسطينيين من أجل هؤلاء 100 أو 150 أسيرا إسرائيليا؟ يعني ألا ترى ربحت الفصائل الفلسطينية حتى وإن كان هنالك خسائر قادمة تجاه غزة؟ ألا ترى بأن الأمور في صالح هذه الفصائل في نهاية المطاف؟ يعني هي قضية الأسرى قضية معقدة، لأنه الأسرى نسبة كبيرة منهم هذه المرة من المدنيين، سيدات وأطفال، ونسبة من الذين تم أسرهم من جنسيات من دول أخرى. وبالتالي سيكون التعامل ليس فقط ما بين حماس وما بين الإسرائيليين، ولكن سيدخل على الخط يعني الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأسرى. النقطة الثانية أن أعتقد أن ستكون هناك مساومة في البداية بالسيدات والأطفال، ليكون بداية للدخول في ملف التفاوض فيما يتعلق بهم. ولكن سير العملية والتصريحات وإعلان حالة الحرب التي تعني رفع حالة الطوارئ وتوجه كل إمكانيات الدولة الإسرائيلية للحرب، يعني أننا أمام يعني ليست أيام ولكن ربما تكون أسابيع قبل أن تنضج الحالة لقبول الوساطات، وإن كانت قد بدأت الوساطات حتى الآن تمهد للدخول إليها. لكن في اعتقادي أن هذه الحرب أو أن ما جرى خلال اليومين الماضيين قد مس مكانة نتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وبالتالي سوف تسعى تلك الحكومة للدفاع عن نفسها وإثبات أنها لن تخرج خالية الوفاض، وأنها ستحقق انتصارا غير مسبوق قبل ذلك للرد على تقصيرها وللمحاكمات التي ستتم بعد انتهاء العملية. هل تعتقد بأن إسرائيل قد تذهب إلى تغيير وضع خارطة غزة، تغيير وضع غزة؟ لأننا رأينا بعض التصريحات قادمة من وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث بأنهم سيغيرون وضع غزة لل50 عام قادمة أو غيرها، في تصريحات نارية من طرفه في ظل أنهم اعتبروها حرب هذه المرة. هل تعتقد أن وضع غزة سيكون مربكا على مستوى وضعها بشكل عام؟ يعني هو التصريحات النارية أرجو ألا تفصلها عن يعني الهزيمة النفسية التي يعاني منها القادة الإسرائيليين، خاصة العسكريين والأمنيين الذين فوجئوا بهذه الحرب. وبالتالي ارتفاع النغمة هو لكسب التأييد ولطمأنة الشعب الإسرائيلي بأن لا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي كما يقولون يد باطشة سوف توجه إلى الأعداء كما يرون. وبالتالي لا تقف كثيرا أمام الأبعاد التي يقول لن يستطيع أن نغير خريطة غزة، لكنه سيدمر البنية الأساسية لها. لن يستطيع أن يجتث حماس تماما ولكنها ستبقى، لكنه ربما يضغط لتفريغ حماس من العدد من السكان، وكما صرح نتنياهو أن يبحثوا عن أماكن أخرى. وبالتالي نحن أمام موجات يمكن أن تشهدها المنطقة لنزوح فلسطيني، وهذا هو الخطر القادم على دول الجوار بصورة كبيرة. بالنسبة للجانب الإسرائيلي يربط كثيرا الفصائل الفلسطينية بإيران، ويقولون بأن هذه خطة إيرانية منسقة من كل الاتجاهات. الطائرات المسيرة التي استخدمت من الكواد كوبتر وغيرها من التي رأيناها، الإمكانيات، الخطة، طبيعة التنفيذ، كلها ترتيب بالنسبة للجانب الإيراني. دخول حزب الله اللبناني، التصريحات، المؤشرات من المرشد الأعلى الإيراني. كنا أمام أخبار كبيرة بين السعودية وبين إسرائيل وتطبيع وتنازلات لفلسطين، وفجأة جاءت هذه العملية واضح جدا ستؤثر كثيرا على التطبيع بين السعودية وبين إسرائيل، إلا إن كنت ترى قصة مختلفة في هذه المسألة. فألا ترى، هل أنت تتفق مع حقيقة بأن الدور الإيراني حاضر وحاضر بقوة في هذه العملية؟ يعني دعني أشير في البداية إلى أن هذا الموقف ملتبس كثيرا. السيد وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه لا توجد دلائل على تورط إيران في هذه الحرب، وأنا أعتقد أن هذا الموقف الأمريكي أو هذا التصريح غير صادق، لكنه يستهدف استكمال الاتصالات التي تتم والحوار الذي يجري بين أمريكا وإيران، والذي تحرص عليه إدارة بايدن قبل الانتخابات لتحقيق نجاح واختراق ما. كان مقررا أن تعقد جولة بين الطرفين في سلطنة عمان،
للدخول في مرحلة أكبر من التطبيع بين البلدين، وأعتقد أنها سوف تتوقف على هذا النحو. لكن فيما يتعلق بالحضور الإيراني في هذه العملية، الحضور واضح ولكنه مسكوت عنه. يكفي اتصال الرئيس الإيراني بالسيد هنية والذي تحدث فيه عن تأييد إيران للعملية بصورة واضحة، وحديث هنية وكأنه قائدا منتصرا ليقول أن الحرب سوف تنتقل من هنا إلى ساحات أخرى، وبالتالي هو يفتح الباب أمامه للمواجهة مع الدول الأخرى، وهو اللي دفع فرنسا مثلا لحماية الأماكن اليهودية على اعتبار أنها يمكن أن تكون هدف بعد التصريحات الخاصة من قادة حماس. لكن هل إيران موجودة في الحرب؟ بالتأكيد، لأن إيران هي الداعم الأساسي سواء ماديا أو عسكريا لحماس، والقدرات العسكرية لحماس وكذلك لحزب الله وكذلك للحوثيين وللحشد الشعبي هي بدعم إيراني مباشر وبتدريب ومن خلال تقديم الدعم المتعدد بصورة كبيرة. تصريحكم على أن أو ما ورد في التقرير أن إسماعيل قائاني ربما يكون موجود في غزة، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون على هذا النحو، أو أن إيران تتورط تورطا مباشرا يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مفتوحة ليست مع إسرائيل ولكن مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن التطور الأخير في الموقف الأمريكي واقتراب حاملات الطائرات من تلك المنطقة ربما كان إنذارا واضحا أن أي تصعيد أو تدخل آخر إلى جانب حماس سواء من حزب الله أو تدخل إيراني مباشر من خلال بعض الأذرع أو الفصائل التابعة لها ربما يخلق مواجهة بينها وبين أمريكا بصورة واضحة. هل تعتقد بأن توقيت هذه العملية جاء بشكل صحيح لصالح الفصائل الفلسطينية في ظل كل المشاكل التي يعاني منها نتنياهو في الداخل، خلافه وخلافاته الكثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حرب روسيا أوكرانيا وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بها؟ هل ترى التوقيت جاء مناسبا من جميع الاتجاهات للنجاح في هذه العملية؟ أعتقد أن القراءات أحيانا تكون شكلية جيدة ولكن في حقيقتها لا تكون صحيحة. نتنياهو يعاني صحيح في الداخل وحكومته محاصرة، وهناك موقف أمريكي من نتنياهو يطالب بالتراجع عن المواقف التي اتخذها على المستوى القضائي. لكنك لاحظ ما جرى بعد يوم واحد من الحرب، تشكيل حكومة جبهة وطنية. حتى ليبرمان الذي كان بعيدا قرر أن يندمج في الحكومة على شرط أن تكون اليد الإسرائيلية ثقيلة في اجتساس حماس. إذن القراءة والتعويل على أن هناك أزمة داخلية يمكن أن تساعد غير صحيحة. ففي كل الأزمات يتماسك السياسيون الإسرائيليون، وبالتالي يخسر كل من يراهن على أن الأزمة الداخلية يمكن أن تكون عاملا إيجابيا. في فترة سابقة كان بعض القادة الفلسطينيين يقولون نحن بضرباتنا نسقط الحكومة، لكن الحكومة عندما تسقط لا تسقط النظام السياسي الإسرائيلي ويستمر ويتماسك ويصنع من ما يتم خطرا محدقا يدفع إلى تماسك شعبي مع المؤسسات الأمنية والعسكرية. صحيح أنه يتوقع أن يطاح بنتنياهو وحكومته بعد الحرب على اعتبار أنه هناك تقصير وأنهم لم يستطيعوا فشلا سياسيا وعسكريا وأمنيا لم يحمي المواطنين الإسرائيليين الذين تعرضوا في غلاف غزة والمستوطنات وحتى في تل أبيب لعمليات عسكرية، لكنها لم تسقط النظام وستبقى إسرائيل على ما هي عليه. مع الضغط الإسرائيلي المتوقع على غزة في الساعات القادمة، هل تعتقد أن تزايدت الأمور وتصاعدت الأمور من الممكن لحزب الله اللبناني، الفصائل الموالية لإيران في سوريا، وحتى أنت ذكرت الفصائل الموجودة في العراق وحتى الحوثيين، هل ترى بأنهم قد يشتركون بإرسال طائرات مسيرة، الضرب بالصواريخ وغيرها من هذه التفاصيل تحديدا ونحن في عصر الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وغيرها؟ هل ترى بأن هذه الأطراف ستشترك إذا ما تعرضت غزة إلى ضغط حقيقي وكبير من الجانب الإسرائيلي؟ لدينا تجارب سابقة. في الحرب الرابعة تعرضت غزة لضربات موجعة واكتفى حزب الله بتصريحات سياسية وبأنه يتصل ويتواصل مع القيادات التي هناك ويدعمها. كل ما قام به حزب الله حتى الآن رشقات صاروخية أو مدفعية، وهذا بيجري بصورة كبيرة لكنه لا يعني الحرب.
هو يحاول أن يقول أنا هنا وأدعم، لكنه لن يشارك. ولا أعتقد أن إيران لديها القدرة الآن على أن تشارك أو أن تشن حربا إقليمية واسعة ليست في حاجة إليها في هذا التوقيت. في تقدير أن حزب الله لن يشارك ولن يفتح جبهة، لأنه سيفتح العلاقة، هيفتح جبهة ليس مع إسرائيل وحدها. بنفس الوقت لا أعتقد أن الفصائل الإيرانية الموجودة في سوريا ربما تشارك في الحرب، لكنها ربما تستثمر انشغال إسرائيل في الحرب مع غزة في تدعيم مواقعها التي كانت تتعرض لضربات إسرائيلية لمنعها من التمركز في مواقع معينة، أو في بناء قطاع، أو في تنمية عملية تصنيع عسكري داخل سوريا. ربما كانت هذه فرصة مهادنة تستطيع أن تدعم موقفها، ربما تنقل بعض الأسلحة إلى هناك في هذا التوقيت وتستفيد من ذلك، لكنها لن تغامر بحرب يمكن أن تفتح عليها المجال. فيما يتعلق بالتطبيع ما بين السعودية وما بين إسرائيل، أعتقد أن هناك متغيرا جديدا قد طرأ، أنه كانت المملكة العربية السعودية تلح أو تصر على أن يتزامن مع التطبيع تقديم تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين ودعم الدولة، حل الدولتين أو وقف الاستيطان. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيكون أكثر تطرفا ولن يقدم أي تنازلات كانت يتم المساومة بها، وربما يؤدي ذلك إلى تأخير التطبيع، رغم أنه هدف أمريكي يسعى إلى إدارة بايدن إلى تحقيقه لدعم شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل ضعف هذه الإدارة منذ بداياتها حتى الآن. هل تعتقد بأن هذه هي نهاية نتنياهو؟ نتنياهو لا يموت، يخرج ويعود مرة أخرى، لكن أعتقد أن هذه المرة ستكون نهايته، لأنه فشلا ذريعا وسقط ولم يتحسب لما يتم، وأنه راهن على بقاء حماس خلال الفترة الماضية وجاء رهانه خاسرا، وتحدث في اجتماعات على أن حماس ليست لديها القدرة على الحرب وكانت يزد الحرب. أكاد أشاهد أن تكرار ما حدث في حرب 73، إدارة سياسية وعسكرية وأمنية لديها غرور كبير ولم تنتبه للمؤشرات التي تقول أن الغلبة ليست بهذا الشكل، وأن هناك تقصيرا واضحا سينتهي بالإطاحة به، وربما يحدث انتخابات إسرائيلية جديدة بعد الحرب تغير من شكل التماسك، وإن بقي التيار اليميني على ما هو عليه. فالجيل الموجود حتى الآن من الشباب الإسرائيلي والذي شاهد ما جرى في المستوطنات والاعتقال الأطفال والسيدات ربما سيكون أكثر تشددا في التعامل مع الفلسطينيين خلال السنوات القادمة. ولعلك تلاحظ أن المجتمع الدولي يأخذ موقف لا أخلاقي، يدعم بصورة كبيرة الموقف الإسرائيلي ويتجاهل ما كانت تقوم به إسرائيل مع المواطنين العرب في الضفة الغربية أو في غزة وتجاوزاتهم، وكأن ذلك أمرا مشروعا. أعتقد أن التطور المتغير الجديد هو مزيد من التطرف داخل إسرائيل ومؤسساتها السياسية والعسكرية خلال الشهور القادمة. هل تعتقد بأن المشاكل الداخلية التي يواجهها نتنياهو، تعدد الجبهات عليه، السلاح المستمر الذي يأتي من إيران إلى سوريا واضطرارهم للقيام بعمليات هناك، تركيزهم على حزب الله اللبناني، تخصيب اليورانيوم العالي من قبل إيران، وعدم وجود اتفاقية حقيقية من إدارة بايدن مع إيران هي متدهورة دائما، تركيزهم على 18 من أكتوبر بأن هنالك بندا ألا وهو 2231 قرار مجلس الأمن الدولي سينتهي في 18 من أكتوبر، القيود الصاروخية ستبتعد عنها إيران. يعني هل ترى هذه القضايا بأكملها اجتمعت لتشتت نتنياهو وحكومته والاستخبارات الإسرائيلية من رؤية ما حدث؟ ونتنياهو كان يزهو بأنه نجح في وقف البرنامج العسكري النووي الإيراني، وأنه الخروج من هذا الاتفاق القديم قد ساعد، قد دفع إلى وقف حصول إيران على القنبلة النووية. لكن الملاحظ أنه منذ خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار ترامب من الاتفاق النووي الذي كان يجري العمل عليه منذ 2015، نجحت إيران في مزيد من التخصيب لليورانيوم، ونجحت في إضافة أجهزة طرد مركزية أكثر تطورا،
وزاد مخزونها من اليورانيوم المخصب بصورة كبيرة، وضربت بكل أدوات ووسائل وكالة الطاقة الذرية عرض الحائط. اليوم الإدارة الأمريكية تسعى إلى إعادة ضبط الموقف الإيراني في حدوده الحالية، وأن تمنع إيران من الوصول إلى العتبة النووية، وهو أمر من الصعب تحقيقه في هذا. ونتنياهو يقول أن هذا الموقف لن يحول دون وصول إيران للقنبلة النووية، وبالتالي هناك خلافا بين الطرفين. هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في محاصرة إيران لعدم الوصول إلى القنبلة النووية؟ إيران وصلت إلى أسلوب أو إلى النو-هاو في إنتاج القنبلة النووية، ولديها اليورانيوم المخصب الكافي، ولديها الصواريخ الحاملة وأجهزة التفجير، لكنها لا تتخذ القرار السياسي لأنه سيفتح عليها أبواب جهنم من كافة الدول. فأنا أعتقد أن الفترة القادمة المحاولات التقارب الأمريكي الإيراني لن تنجح، وأن الموقف الإسرائيلي سيكون ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ مواقف أكثر تشددا في التعامل مع إيران، وربما تعود مرة أخرى التوتر لعلاقات البلدين في ظل ما يجري الآن. لكنني أجزم معك في تقديري أن إيران لن تغامر بالدخول في بتحريك مجموعات تابعة لها سواء حزب الله وغيره للمشاركة فيما يجري، وستبقى حماس والجهاد منفردة تواجه الصلف الإسرائيلي والضربات القوية الإسرائيلية، وسيدفع المدنيين في غزة ضريبة تكررت 4 مرات قبل ذلك. في ظل أن نتنياهو كما تفضلت بأنه وصل إلى نهايته، هنالك الكثير من المراقبين يتفقون معك تماما في هذه النظرة. نتنياهو بنفسه ورجل ذكي، هو يفهم هذه المعادلة ويعرف بأنه انتهى سياسيا إن توقف إطلاق النار. هل تعتقد في ظل هذه المعادلة نتنياهو مضطر لاستمرار هذه المعركة لفترة طويلة، حتى وإن كان هنالك فيتو أمريكي أو ضغط أمريكي لإيقاف إطلاق النار أو نوع من الدبلوماسية لإيقاف هذا الصراع؟ يعني ألا ترى نتنياهو ليس لديه مصلحة لإيقاف إطلاق النار لمصلحته السياسية؟ نتنياهو والقادة العسكريين والأمنيين الذين سيحاكمون سوف يستمرون في سيسعون أن تطول العملية العسكرية، ولن يكون هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لوقف العمليات، ولكن إلا إذا تم اجتساس القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، ويصبح ذلك متغيرا جديدا يأتي على الساحة الفلسطينية وعلى الساحة الدولية، وعندها تستطيع أن تقول نوقف إطلاق النار. لن توقف إسرائيل إطلاق النار إلا إذا حققت مكاسب يمكن أن يذهب بها نتنياهو والقادة العسكريين والسياسيين إلى جلسات المحاكمة التي تتم، ويقول أنه نجح في اجتساس القيادات والتنظيم والقدرات التي هزت الأمن الإسرائيلي خلال يومين. طيب، هل تعتقد بأن توقيت ما جرى اليوم هو توقيت سيء بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يعني في ظل معادلة التطبيع التي تحدثنا عنها وتأثرت، إن يبدو أن الأمر أصبح بعيدا للغاية، في ظل أن إيران كما تحدثنا خصبت اليورانيوم بمستوى عالي، لا اتفاق مع إيران حتى هذه اللحظة، وهذه واحدة من وعود بايدن الانتخابية. الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، يضخون الأموال، أوكرانيا تقريبا توقفت عن عملية التقدم على الروس رغم كل التسليح والدعم. يعني ألا ترى أن الأمور تسير بصعوبة على بايدن على المستوى السياسات الخارجية التي انعكست كثيرا على الوضع الداخلي؟ هذه الإدارة إدارة ضعيفة منذ البداية، ومنذ جاء بايدن أعلن أن منطقة الشرق الأوسط لا تشغل أهمية ضمن الاستراتيجية الأمريكية، وأن هناك تركيزا على مناطق أخرى. وفجأة عندما حدثت الحرب الأوكرانية وظهر ما يسمى بحراك الغاز وأهمية الطاقة، عادت الإدارة الأمريكية مرة أخرى للاهتمام بالمنطقة وبالدول البترولية. الزيارة للمستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية استمرت لأول مرة لمدة 3 أيام في محاولة إقناع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة بأن من مصلحتها أن تكون علاقتها جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن بايدن هو الذي أعلن أن المنطقة لا تشغله. اتخذ مواقف غير إيجابية من القيادات السياسية العربية سواء في السعودية أو مصر أو غيرها،
وعاد مرة أخرى ليتحدث مع تلك القيادات عندما فرضت المصلحة الأمريكية عليه ذلك. هي إدارة ضعيفة. أراد منذ البداية ينفذ ما قام به أوباما في إحناء رأسه إلى إيران عندما وافق على البرنامج النووي لها، على اعتبار أن يؤخرها 10 سنوات عن الوصول إلى إنتاج السلاح العسكري، وترك لها الأدوات التي تسمح لها بذلك. لا يوجد شيء اسمه برنامج نووي سلمي وبرنامج نووي عسكري إذا أطلقت اليد في عملية التخصيب وأجهزة الطرد المركزية، وما ترك لإيران. واليوم يتحدثون عن هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية أم ما زلنا نحن قادرين على كبح جماحها. هذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية، وقدمت التنازلات وأفرجت عن مليارات الدولارات التي ستنعش الخزينة الإيرانية. وإيران تتعامل ولم تغير من مواقفها في المنطقة. لا يزال الحوثيون على ما هو عليه، ولا يزال حزب الله يعطل الحياة السياسية وله وضعه هناك. أنت تتفاوض على تشكيل على اختيار رئيس الجمهورية ليس في إيران ولكن في طهران. والموقف في سوريا على هذا النحو، وفي العراق يتضح بصورة أكبر. هناك تنازلات مقدمة من الولايات المتحدة لإيران، ولعل الأحاديث التي ذكرها السيد إياد علاوي أن بايدن نفسه هو نائب رئيس الجمهورية ضغط عليه لإعطاء منصب رئيس الوزراء لزعيم الشيعة الذين كانوا موجودين السياسيين. أنا لا أقصد مذهبيا، لكن تنازلات منهم. أمريكا التي كانت تقدم العراق على طبق من ذهب إلى إيران، واليوم يتقاسمون التأثير هناك وبنوع من التفاهم المسكوت عنه بين الطرفين. إذا كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم عبر السكايب من القاهرة مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد مجاهد الزيات، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.